في المحكمة حضوريا بالإعدام. مهما بلغات الجريمة القساوة ديالها ولا البشاعة ديالها، إلا نادرا في تنسمعوا أن المغرب شهد شي حكم بالإعدام. لكن المجرمة ديالنا ديال اليوم من الناس القلال اللي غيتحكم عليهم بالإعدام. المجرمة ديالنا ديال اليوم واحد النيفو هارب في قسوحة القلب، واحد المستوى عالي في التخطيط وفي الجريمة. المجرمة ديال اليوم اللي غادي تقول راهي مسكينة مهما قتلتو ذبحتو سلختو ودفنتو تبقاو قدامي مجرد تلاميذ. المجرمه ديالنا اللي غادي تقول العتاد المجرمين ديال المغرب، تقول البصمه ومجينينه والنينجا واللي بحالهم، جيب ورقه وستيل وزين زيدك السويع كيفاش تيكون الاجرام على الاصول ديالو، كيفاش تكون قسوحه القلب. تنتحدى اي مشاهد واش سمع ولا غادي يسمع جريمه بحال هاد الجريمه اللي غادا دير هاد المجرمه. هذه قصه حقيقيه، قصه اللي غادا تهز مدينه الدار البيضاء. نبدا. هذا اللي قدامنا مصطفى، شاب من مواليد مدينة الدار البيضاء، قرا وكبر وخدم في مدينة كازا، موظف في احدى شركات الامن الخاص. هذه سعاد الاصل ديالها من مدينة سطات، غتجي مع والديها وغتقرا وغتكبر في كازا وغتخدم موظفة في احدى شركات العقارات. اطلق سعاد مصطفى وغادي يتزوجوا، وكيف اي ناس يلا مزوجين تيحلموا ان يكون عندهم اطفال. الشهر الاول ما جابش الله، الشهر الثاني، الشهر الثالث لا زربه على صلاح. حنا ناس يلاه بادين وباقا الطريق قدامنا طويله. السنه الاولى السنه الثانيه بدا يدخل الشك لمصطفى وسعاد، كيفاش حنا اللي مازال ما ولدناش لدابا. سعاد ومصطفى غادي يمشيو عند احد الاطباء اللي غادي يتبع معهم الحاله وغيشخص لهم الحاله، وغادي يبقاو امور عاديه، شربوا هاد الدواء شربوا هادي. دات السنه الاولى السنه الثانيه، وعارف حنا المجتمع المغربي والاسره المغربيه والعائله المغربيه بصفه عامه فينا شويه الفضول وتنبقاو نحكروا، باقي ما جابش الله باقي ما جابش الله. دارت الايام في واحد الصيف، مصطفى وسعاد غادي يقرروا انهم غادي يمشيو لفرنسا في عطله. وقبل ما غادي يمشيو لهذيك العطله غادي يكونوا اتصلوا باحد الاطباء اختصاصيين وغادي يقول لهم غيطلب منهم بعض التحاليل اللي غيدوهم معاهم. وملي غادي يمشيو عنده غيقول لهم راه شخصت الحاله ديالكم وهنا عندكم النتيجه اللي هي انك انتي واحد الانسانه سليمه تقدري تولدي. ولكن المفاجاه ان حتى السي مصطفى راه واحد الانسان سليم وقادر يولد. كاينه واحد النسبه قليله في العالم بان الرجل سليم قادر يولد والمراه سليمه قادره تولد، ولكن هما كتركيبه ما يقدروش يولدوا، وهذه حاله شائعه. هنا غيرجعوا للمغرب، غيبداو مشاكل وغادي يبداو صراعات وغادي يبداو، لدرجه ان واحد النهار مصطفى غادي يقول لها الا انت محتاجه الولاد وباغا ولاد وتشوفي مستقبلك في الولاد وراه ما نحرمكش منهم نقدروا نطلقوا وانت تزوجي شخص اخر وديري معاه وليدات وانا نتزوج من اخرى وندير معاها وليدات. الفكره اللي غادا ترفضها سعاد رفضا باتا وغتقول ليه لا. عطا الله الطرق اللي غادي نمشيو بهم باش غادي نلقاو وليدات. دارت الايام وتوالات الاسابيع ودازت الشهور، كيف ما تيقول لك المثل متى تغيب العلم تتحضر الخرافه. وهنا الخطوره، هنا سعاد بدات تعطي العقل ديالها لواحد الناس، صحاباتها في العمل، جيرانها، الناس والعائله، كلش تيقول ليها. كاين تيقول لها عليك ثقاف تقدري تولدي، كاين تيقول لها عندك المانع، كاين تيقول لها ديري لك شي حاجه. كل واحد بدا تعطي الفكر ديالو السلبي. ناس ما يعطوش الافكار ديالهم ايجابيه وتبعي مع الطبيب وربما. هنا سعاد بدات تفقد الامل في كل ما هو طبي وكل ما هو علمي. كيف قلت لكم من قبل، الى غالب العلم تتحضر الخرافه. وهنا غتبدا تعطي ودنيها وعقلها لشي ناس اللي بداو تيقولوا ليها تنعرف الفقيه الفلان فلاني دار ودار، والاخرى تقول لها تنعرف الطالب فلان فلاني دار ودار، الاخرى قالت لها تنعرف فلان وفلانه ما ولدوش ومشاو عند فلان هو اللي دار ليهم وفعل ليهم وترك ليهم. في هذه اللحظه سعاد كانت مع واحد الصديقه ديالها خدامه معها في الخدمه. الصديقه ديالها حتى هي قالت لها راه ان اختي كان وقع عليها بحالها ونفس الحاله اللي كان عندك انتيا والسي مصطفى كانت عند اختي وراجلها، ودينا له واحد الفقيه وداك الفقيه دار ودار ودار ودابا الحمد لله اختي عندها 3 الاولاد. مشات سعاد الصديقه ديالها عند الفقيه. كيف ما تعرفوا ان الفقهاء واحد الناس مختصين، تيشوفوك تيعرفوا الغايه ديالك وتيعرفوا الشوق ديالك لواحد الحاجه تيديروا فيك ما بغاو. قال ليها سولتي عليا وجيتي عند السيد العريف، انا اللي مجمد الماء في الصيف، شفتك باكيه هميمه دابله كي ورقه الخريف.
زيدي زيدي لا تبكي، لا تحكي ولا تشكي، قصدك باينة ظروفو قدامي كنشوفو. وهز المصباح المنقوش وخرج منه شي دخان وقال اسمع يا هاروش، اتيني بثلث عروش من شجرة واد الطوفان اللي حاكمها ألف شيطان، باش تشرب من يدي أحسن فنجان وترجع كيف كانت نوارة، غير فرحي وضحكي تنشوف أيام كاملة بشارة. كلمات اللي حافظينها أي مشعوذ ولا أي دجال ولا أي نصاب مشيتي عنده، كلهم عندهم نفس العبارات ونفس الترانيم ونفس الكلمات. هاد الفقيه هذا غادي يبدا يستغل سعاد، بحكم ان سعاد واحد الانسانه ميسوره وراجلها ميسور وعائلتها اصلا ميسوره، خدامه مزيان وراجلها خدام مزيان، بدات يحلب منها في الفلوس، اليوم غدا بعد غدا، اليوم غدا بعد غدا، خدا فلوس كثيره مع عند سعاد. شويه سعاد بدات تقول ليه اودي راني خسرت عندك فلوس كثيره ولكن راك ما لبيتيش ليا الطلب ديالي. غادي يقول لها بتي هذاك الشيء فوق مني انايا، مشكلتك انت هي ان عليك واحد الجن عاشق كان كيعشقك واحد الجن لمده 10 ولا 15 سنه يعني. وقررنا معاه انه بغى يلبي واحد الرغبه ديالو فيك ومن بعد غادي يخليك. ولكن سولته هي كيفاش انني نقدر نمارس مع جن. قال لها هاد الحاله الجني غادي نطالبوا منه بانه تسيف ليك في صيفط راجلك، انت غتكوني مع راجلك ليله وجوج وثلاثه واربعه عاديه، حتى واحد النهار غادي نقول لك راه الجن تسيف ليك في صيفط راجلك وهو اللي كان معاك في احد الليالي، وهكا انت يا ما تحسيش بيه وما تخلعيش منه. دارت ليا رجعت عنده، اش السلفقي وانا راهي تقريبا لمده 10 ايام هذه وانا كل نهار مع راجلي. قال لي هذا الجن ما قدرش يقرب ليك لان تعتبر راجلك هو المانع اللي عنده انه واحد انسان عدو ديالو بانه خداك ليه. الحل انك تسيف ليك في صفه شخص اخر. سعاد العقليه المغربيه ناري شكون هذا اللي غادي يدخل ليا، شكون هذا اللي غنعطيه الجسم ديالي وشكون قال لي رفقي كاين حل واحد هو اللي بغيتي تسيف ليك فيا انا. شوفوا هاد الشيطانه وشوفوا هاد قله الدين وهاد قله الحياه في هاد الناس هادو كيفاش تيستغلوا الضحايا ديالهم. داز من استغلال مادي واللي ضمنه ولا كل شيء في جيبه الاستغلال جنسي دابا. وبالفعل هذاك الشيء اللي كان تما تعيط لسعاد اجي راه جني بغاك. حتى ولات سعاد مملوكه لذاك الفقيه ماديا وجنسيا. دارت الايام وتوالات الشهور والمبتغى ديال سعاد مازال ما وصلاتش ليه. حتى واحد النهار غادا تجي عنده غادا تقول ليه اسمع انا مليت منك ومن كذوبك وما بقاش عندي من خسر، دابا غتلقى معايا حل ولا والله حتى غادي نشوهك، والله حتى كاع الفيديوهات اللي كنت نجي تنصورهم هنايا غادي نديرهم في السوشيال ميديا ولا غنديهم للبوليس. حقا هنا غادي يخاف الشواف لانه عرف راسو قصه فيها نصب وفيها احتيال وفيها واحد عام ولا عامين ديال الحبس. الحل الوحيد اللي غادي يبقى عند الشواف هذا غادي يقول ليها الامور خرجات من ايدي انايا وغادي نتصلوا بملك الجان، لان اغلبيه الجان اللي معايا انا داروا شغلهم ولكن ما وصلوا لوالو، لان اللي عليك انت يا كبر منا حنا. ملك الجان اللي غادي يفك لينا هادشي اللي فيك، انت فيك واحد السحر وواحد الثقاف وعليك مانع ديال عدم الحمل مع هذاك السيد اللي انت فيه. ونرجعوا للفكره مع هذاك السيد اللي انت فيه، لان هي في الماضي حكات لي ان الزوج ديالي ما باغاش نطلق منه وما تيلعبوا على هاد النقاط. اش طالب هاد ملك الجان ديالك هذا السي الفقيه؟ ملك الجان طالبو كبير وما تيرضى يقضي غراض غير الناس اللي تقدر وتتكبر به. هذه كلمات وايحاءات اللي تقولوها الفقهاء والمشعوذين والنصابه للضحايا ديالهم، وباش يدخلوهم واحد العالم وهمي ديالهم بان المطالب ديالهم مهما كبرات فما غتمشيش لذاك النصاب بل غادا تمشي لملك الجان. لكن سعاد بحكم انها تتلعب الورقه الاخيره ديالها قالت لي اسمع اي حاجه غادي يطلبها ملك الجان غادي ننفذها ولكن نبغي النتيجه. غادي يقول لها مع ملك الجان ما كاينش اللعب وما كايناش التفليه وغراضك نقدي. هنا سعاد غتبقى ما بين الحيره وما بين الشك وما بين الامل. الحيره واش تكمل ولا تبقى، والشك لان يا موعدها الشواف وما قداش ديال الغراض، والامال ان ملك الجان في يدو الحل. راه ما عندك سيد الفقيه وقول لي طلبات ملك الجان. السي الفقيه تاكد بان سعاد دخلات المصيده وغتلبي اي حاجه غادي نقولها ليها.
غادي يقول لها ملك الجان طلباته 3 ولكن كل وحده في وقتها، وما تطلب الطلب الثاني حتى يتنفذ الطلب الاول، وما يطلب الطلب الثالث حتى يكون تنفذ الثاني. هذه ما هي الا حيله غادي يديرها الفقيه ولا داك النصاب لسعاد باش غادي يجس النبض، وفي نفس الوقت غادي يحاول يدخلها في واحد الدوامه ديال الشك وديال عدم القدره، على اساس ان هي اللي ما كملاتش معاه الكلمه ديالها وما وفاتش بالوعود ديالها الملك الجان. الطلب الاول اللي غادي يطلب منها غادي يقول لها غادي تجيبي واحد ذبيحه، وذبيحه كبيره الملك الجان. ملي تنقولوا ذبيحه كبيره ما هو فروج، ما هي نعجه، ما هو عتروس، ما هو حولي، ذبيحه كبيره، على امل ان سعاد ما تقدرش تلبيها الطلب، وإلا لباتو مزيان زاد الله في الخير. قالت لي سعاد انا مستعده لاي حاجه، المهم تقضى لي الغراض ديالي. غادي يقول ليها الذبيحه تجيب مواليها وتجيب حضورها، اذا خاصك ديري لنا القناوه وديري لنا الحضره وديري لنا جميع مقومات النجاح ديال ديك الليله اللي غادي يذبح فيها الطور كحل تني، مصطلحات كيستعملوهم هذوك النصابه بالتدقيق، زعما بان راه هو ملك الجان اللي طالب هذاك المواصفات بالضبط. داكشي اللي غادي يكون سعاد غادي دير واحد الحضره وغتجيب فيها قناوه وغتقيم فيها الليله وغيديروا فيها جميع مراسم الشعوذه، وهذاك الدم ديال داك الطور اللي غادي تغسل به سعاد في واحد المنظر مقزز. طالب الاول تقدا السي الفقيه، واكيد ان السي الفقيه اغتنم هذيك الفرصه وربح مع سعاد اموال طائله. جا الطلب الثاني على امل ان سعاد ما غتقدرش دير الطلب الثاني. الطلب الثاني ديال الملك الجان انك غادي تمشي لواحد الخلوه وغادي تجلسي فيها لمده اسبوع، غتلبسي واحد اللباس معين اللي غادي يفرضوا عليك ملك الجان، ومن الليل غادي تغسلي بالماء اللي غادي يجيك من العين المسحوره، وموراها غادي تشربي نص كاس من واحد الماء اللي غادي نعطوه ليك. سعاد بما ان العقل الباطني ديالها مخدر واللاوعي ديالها ما عندهاش، وان كل ما امنا بالخرافه الا وتنولوا واحد الطعم واحد الفريسه سهله بحال هاد الذئاب البشريه، ما غترددش وغادي تقول لي في سبيل ان في واحد النهار غادي يكون عندها ولد. بالفعل غادا تمشي لواحد البراكه في واحد الخلا وغيديها الفقيه وغيدخلها وغادي يسد عليها، وغادي يقول لها ان يوميا مورا العشاء غادي تغسلي بهذا الماء وغتشربي هذا القدر ديال الماء. لكن المفاجاه واش اللي غيبان في التحقيقات من بعد ان لمده اسبوع كان داك النصاب هو الصديق ديالو، كانوا تيمارسوا عليها الجنس يوميا. فيما كانت تشرب هذاك الماء المخدر كتدخل في غيبوبه وكانت تمارس عليها جميع انواع الجنس. داز اسبوع وسعاد غادي توفى بالكلمه ديالها وتحقق الطلب الثاني لملك الجان، غيبقى الطلب الثالث. وهنا الفقيه غادي يدخل في واحد الدوامه ديال الحيره والشك، كيفاش هاد السيده هادي بهذا القلب القاسح، كيفاش هاد السيده هادي بهذا الاصرار وبهذه العزيمه هادي، كيفاش هاد السيده هادي اللي ما تتقولش لا، كيفاش هاد السيده هادي اللي حاولت انني نحط لها معيقات ومعرقلات باش انها شي نهار تقول لي لا وما قدرتش، الا انها كل حاجه طلبتها منها الا وتديرها بالتمام والكمال وفي وقتها، ما ناقصها والو وما زيدها والو. اذا بقات عندي الخطوه الثالثه، خصني نلقى ليها شي حاجه تعجيزيه 100% اللي سعاد ما تقدرش تحققها ولو طارت معزه. ومن بعد بحث وتفكير وتخمين وخدم جميع انواع الشيطانه ديالو والحرفيه ديالو في النصب وفي التهويل، غادي يلقى الخطه وغادي يلقى السبيل انه غيتفك من سعاد، وغادي يعطيها واحد الامر تعجيزي 100% اللي ما يمكنش لاي انسان عاقل انه يديره. غادي يعيط على سعاد وغادي يقول لها ملك الجان فرحان بك. الان جات لحظه الحقيقه، الطلب الرئيسي والمهم، لكن المفاجاه كانت كبيره. غادي يطلب منها طلب تعجيزي وغادي يقول لها ملك الجان طالب منك مخ ديال دري صغير ما تتعداش السنه. سعاد غادي تدخل في واحد الحيره من الامر، وكيفاش غادي ندير هذه ما هي بقره غادي نجيبها، وما هي خلوه غادي نبات فيها، وما هو سحور غادي نشربه، هذه جريمه قتل وغادي نقتل دري صغير. وغادا تمشي سعاد والحسره في القلب ديالها، طالب حقق
احد اكبر الانتصارات ديالو، مرة زوينة ولاباس عليها أكثر من مدة سنة، هو تيدي ويجيب فيها وتيدير فيها اللي بغا. مشات سعاد والطالب هز راية الانتصار ونعس على جنب الراحة، حيت سعاد ما يمكنش تحقق هاد الطلب. ربما هادشي اللي كان في المخيلة وفي الاعتقاد ديالو، ولكن سعاد مشات لدارها وبدات تتفكر وبدات تخمن وبدات تشوف وبدات تدور في الميموار شكون هذا اللي عنده قل من سنة وممكن تحقق فيه هذا الشرط هذا. الخطورة في الأمر أن سعاد ما قالت هادشي غير قابل للتحقق ولا هادشي مستحيل، بل أن سعاد بدات تفكر، بدات ترسم خطط وتحط استراتيجيات وتتفكر شكون هي هاد المرأة اللي عندها وليد اللي قل من سنه، والمشكله ان خاصو يكون عنده لا تالي لا والو وما كاينش اللي يسول عليه، وزيد وزيد وزيد. اذا هذه ماشي شي حاجه سهله، خاصها تخطيط وتفكير وواحد الترتيب اللي يكون كبير. سعاد بدات تخدم داك الشيطان اللي تحرك فيها واللي زرعوا فيها هذاك النصاب من قبل، زائد الاصرار ديالها على ان يكون عندها طفل وانها ما امناتش بقدر الله والقضاء ديالو. كل هذه عوامل غتخلي سعاد انها بدات تتفكر حقا ترتكب مثل هاد الحماقه هذه. هنا بداو تدوروا اسئله في راس سعاد، شكون هاد الصديقه اللي عندها ولد قل من سنه؟ شكون هذه المراه بنت الجيران؟ شكون هذه اللي من العائله؟ لقات ان الظروف غير ملائمه وغير مواتيه انها تجيب شي طفل من هاد الاطفال هادو. وهنا لعبه القدر غادي تلعب مع سعاد. في واحد النهار سعاد غادا توقف في واحد الضوء احمر بالسياره ديالها، غتجي عندها واحد الطلابه هزه وليد، هذاك الطلابه غتدور معاه سعاد وغادا تعرف سعاد من خلال الحديث ديالها ان ديك البنت اللي ما تتعداش السن ديالها 23 سنه مهاجره من دول افريقيا جنوب الصحراء، وانها حارقه بلا وراق بلا والو، انها جات حامله للمغرب قبل ما تحرق وولدات هذاك الوليد شي 7 ولا 8 اشهر هذه، والاب ديالو بقى في البلاد ديالو وهي ما مزوجاش بيه. اذا فريسه او ضحيه كامله مكموله، ما عندهاش الوراق، وولد عنده 8 اشهر، البنت ما عندهاش اللي يسول عليها، هذاك الدري ما عندوش الاب ديالو. وهنا سعاد غادي تبدا تنسج خيوط الجريمه ديالها. ضربات ليها في راسها وقالت لها ركبي وداتها للدار، قالت لها فين ساكنه؟ قالت لها انا غير كاريه واحد البراكه في واحد الكاريه الفلان فلاني وما تيجي عندنا حتى واحد. بدات تسول فيها اسئله باش القلب ديالها يطمن شويه. تيجي عندكم المقدم، عندك شي وراق؟ ما عنديش. لا انا يلاه دافعه. المهم من خلال الجماعه ديالها لقات فيها ما بغات، وغتقول لها يلاه معايا للدار، وغتمشي معاها للدار وتقول لها سمعيني الاسبوع الماجي راجلي ما غيكونش لمده 10 ايام، بغيتي تجي هنا تعيشي معايا تسكني معايا وهاديك مده 10 ايام تونسيني، منها تجي معايا للدار حيت عندي واحد المناسبه موراها، ولدك ها هو غادي يبقى معنا، وفي الاخر ديك 10 ايام غادي ندور معاك وغادا تمشي. هذيك الفتاه غتفرح وغتجي عند سعاد وغتجلس معاها لمده 10 ايام، واكله شاربه ناعسه. هذاك الدري ديما في اليدين ديال سعاد تتهزو وتتلعب به، دات وشرات ليه شحال من حاجه. الام مسكينه حتى طمأن قلبي، قالت خاطر على ولدي اللي عطا الله واحد المراه حنينه. سعاد مره كانت تجيب هذيك الافريقيه للدار عندها وتتلعب معاها وتلعب مع الوليات، بحكم ان هذيك الافريقيه باقا صغيره تخرجها تساريها، مره تشري لها الحوايج، تقول لها انت بحال اختي الصغيره. في واحد النهار سعاد طلبات من داك الافريقيه باش تجي عندها للدار، بحكم ان راجل سعاد مشى مسافر. غتقول لها لا الا قدرتي خلي حتى نهار الثلاث، حيت انا نهار الاثنين غادا للرباط باش نقضي واحد الغرض اداري. هنا سعاد بدات تلعب اللعب ديالها، قالت ليها جيباتي عندي الحد وخلي لي الوليد هنايا، وبحكم ان الدار عندي قريبه للمحطه ديال القطار، غتخرجي مع الصباح دي امورك ورجعي في العشيه وغتلقاي ولدك ها هو معايا. افريقيه فرحات وحمدت الله وشكرات على ان جاب لها الله واحد الانسان اللي مراعيه ليها ولدها ودايرها بحال خوتها، وما كانتش عارفه ان الاقدار غادي يلعب لعب وانها راه في احضان شيطان لابسه لبس انسان. سعاد غادا دير الجريمه ديالها وغادا تقصد دار الفقيه وغتدق عليه. الفقيه كيف حل الباب قال يا لطيف يا لطيف اش جابك عندي يا سعاد؟ قالت لي جيت تحقق الملك الجان طلب ديالو وانا جبته ليه. قال لها اش جبتي لي يا سعاد؟ عرات لي قالت لي مخ تاع دري ما تيتجاوزش السنه،
الفقيه غيضحك وغادي يقول ليها ملك الجان ما معاهش اللعب، ما تجيبيش ليا مخ ديال كلب ولا ديال قنيه ولا ديال حيوان وتقولي لي دير صغير. غتقول ليه الا كان بصح هذاك ملك الجان ديالك وملك الجان غادي يكون عرفني اش درت، وحتى لما طيقتينيش وتوري الفيديو مصور فيه الجريمه ديالها من الاول حتى الاخر، كيفاش تدري غتدخلو للبانيو وغتقتلو غتذبحو وغتفرق عليها راسو وغتجبد لي المخ ديالو. قالت لي كنت عارفه انك ما غتصدقنيش، هادشي علاش درت هاد الفيديو هذا. الفقيه وصلوا الصهد وعرف راسو انه في هذه اللحظه هذه ولا مشارك في الجريمه بتهمه التحريض. يا اما غادي يبلغ الشرطه يا اما غادي يولي شريك في هذه الجريمه هذه. قال اللهم عام ولا عامين ديال النصب والاحتيال ولا نولي غادي ب 25 سنه ولا الاعدام. غادي يقول لها سيري لدارك وما تقولي حتى لشي واحد اش درتي حتى نعطي هذا الملك الجان والخبار تكون عندك بالليل. وفي هذيك اللحظه اللي غادا تمشي سعاد الفقيه غادي يبلغ الشرطه وغادي تحضر الشرطه العلم ما كان عنده غادي يعطيها المخ ديال الدري وغادي يقول لهم هاطرا وهاطرا وهاطرا وهاطرا. غتنوض الشرطه غادي تمشي وبالفعل قبل ما توصل الشرطه غادي يكون وقع واحد النزاع ما بين سعاد والافريقيه اللي غترجع بالليل. كيف غتدخل الدار غتشنق عليها سعاد وغادي تقول ليها اجي الشفاره قول لي مع من جيتي وسرقتي ولدك وذهبي اللي في الدار كيفاش. خليت البالكون محلول وولدك خليته ناعس هنايا في الناموسيه ودخلت ندوش، خرجت من الدوش لقيت ولدك ما كاينش ولقيت الماريو ديالي محلول والذهب ديالي مسروق. شكون هذا اللي عارف ذهبي فين كاين من غيرك انت بالضبط؟ وبالدليل على انك انت هي مولات الفعله السبادريه ديالك الاثار ديالها هي على البالكون حتى منقزه بحكم ان سعاد تسكن في الطابق الاول. وهي سعاد كانت ذكيه انها فاقت في الصباح وعمرات الصباط ديال الافريقيه ودارت لاطراس ديالو على البالكون قبل ما تخرج الافريقيه مع باب الدار. دابا غادا تمشي في حالاتك ولا غادي نعيط للشرطه بتهمه السرقه وولدك راك سرقتيه ومشيتي اسبوع غترجعي لي الذهب ديالي. هنا كانت سعاد مراهنه ان الافريقيه غتسمح في ولدها لان كاين بزاف الناس تيعتقدوا ان الافارقه تسمحوا في ولادهم ولا تيلوحوهم ولا تيبيعوهم. الافريقيه بهول الصدمه سخفات. في ذاك اللحظه اللي سخفات الافريقيه الشرطه غادا تدخل وملي غادا تدخل الشرطه غتلقى القبض على سعاد. سعاد غيتحكم عليها بالاعدام لانها قتلت رضيع مع سبق الاصرار والترصد وقطعات لها الراس ديالو وحلاتو على جوج جبدات ليه المخ ديالو. سعاد يا سعاد بعد ما كانت انسانه زوينه ظريفه متخلقه غادا تولي مجرمه ومحكومه بالاعدام. خلاصه القول اتمنى من الله الفيديو يكون عجبكم وهذه القصه ماشي للحكايه بل للعبره. العبره الاولى ان رضا باللي قسم لك الله وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. العبره الثانيه ما نعطوش عقولنا لغيرنا. العبره الثالثه ما عمرك تخلي ولدك عند اي كان، ما تقول لي لا صاحبي لا صاحبتي لا عائله، لان بصح ولينا نعيشوا في مجتمع خطير وخطير وخطير بزاف. قصه للعبره ماشي الاستماع. كان معنا ومعكم نبيل ماجيك. سلامة الحلقة جديدة.